الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في ختام آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويتدل دلالة واضحة على أن الله سبحانه لا يطلب من عباده إلا ما يطيقونه وما يستطيعونه مما هو يسير عليهم غير شاق. وقال جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فالله سبحانه لم يكلف عباده ما لا يطيقون وما يلزمهم بشيء يشق عليهم إلا جعل لهم فرجا ومخرجا. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما ذلك سمة الإسلام، وما جعل الله فيه من التوبة والكفارات، فليس هناك ضيق إلا ومنه مخرج ومخلص، فمنه ما يكون بالتوبة ومنه ما يكون برد المظالم، فليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من عقوبته. ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم، فأعطى الله هذه الأمة من المسامحة واللين ما لم يعط أحدا قبلها رحمة منه وفضلا. فأعظم حرج رفع المؤاخذة بما نبدي في أنفسنا وما نخفيه وما يقترن به من إصر وضع عنا، وتوبتنا تكون بالندم والعزم على ترك العود والاستغفار بالقلب واللسان. أما من قبلنا فقيل لهم: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يقول ابن العربي: ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام. وقال الجصاص: لما كان الحرج هو الضيق ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج بنا، ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات، فيكون القائل بما يوجب الحرج والضيق محجوجا بظاهر هذه الآية، وذلك عام مضطرد، لأن الله تعالى لم يشرع حكما إلا وأوسع الطريق إليه ويسره حتى لم يبق دونه حرج ولا عسر. ويحتج بهذه الآية ونحوها من رأى أنه لا تعارض في مسألة الحكمين الاجتهاديين. إذا تعارض في مسألة حكمان اجتهاديان خفيف وثقيل، يرجح الخفيف دفعا للحرج. وينقل القرطبي عن الكي الطبري قوله: ويحتج به في نفي الحرج والضيق المنافي ظاهره للحنيفية السمحة. ثم يقول القرطبي: وهذا بين. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إلى غير ذلك من الآيات الواردة والدالة على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، كقوله تعالى:
ونيسرك لليسرى. وقوله سبحانه يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وكقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها. وهذا المعنى الذي جاء به كتاب الله تعالى جاءت به سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال أحاديث كثيرة، منها عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قال قد فعلت رواه مسلم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أخرجه البخاري. قال ابن حجر والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه من الأمور المحمودة بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل فنام عن صلاة الصبح في الجماعة أو إلى أن خرج الوقت المختار أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. وفي حديث محجن بن الأدرع عند أحمد إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة وخير دينكم اليسرى. وقد يستفاد من هذا الإشارة إلى الأخذ بالرخصة الشرعية فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعمال الماء إلى حصول الضرر. قوله فسددوا أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة السداد التوسط في العمل. وقوله وقاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه. قوله وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص أجره. وأبهم المبشر به تعظيما له وتفخيما. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عندما بعثهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا متفق عليه. وقوله إن خير دينكم أيسره إن خير دينكم أيسره. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لكل من سأله عن شيء قدم أو أخر في الحج افعل ولا حرج كما في الصحيحين. كذلك ما رواه أسامة بن شريك رضي الله عنه قال شهدت الأعراب
يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا. فقال: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج وهلك. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وما رواه عروة الفقيمي رضي الله عنه قال: كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يقطر رأسه من وضوء أو غسل، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: يا رسول الله، علينا من حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أيها الناس، إن دين الله عز وجل في يسر، إن دين الله عز وجل في يسر، إن دين الله عز وجل في يسر. أخرجه أحمد وحسنه الحافظ. وقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره من يسر الإسلام وسماحته في حياته الخاصة والعامة تطبيقا فعليا منقطع النظير، حتى ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ليتحقق فيه قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونهج الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على طريقتهم قولا وعملا في هذا السبيل، فأثر ذلك على كل من قابلهم أو خالطهم أو أخذ عنهم، مما جعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فقد روي عن قتادة قوله: أريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لكم. وعن الشعبي: إذا اختلف عليك أمران فإن أيسرهما أقرب إلى الحق. وروى ابن جرير عن بعض السلف أنه قال لأحد الفقهاء السبعة الأعلام وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر: إنا نسافر في الشتاء في رمضان، فإن صمت فيه كان أهون علي أن أقضيه في الحر. فقال: قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر، ما كان أيسر عليك فافعل. فينبغي أن نختار الأيسر، ونعلم أن كل ما أدى إليه فهو الأقرب إلى دين الله تعالى وهو الأحب إليه سبحانه. كما ورد عن الشعبي: ما خير رجل بين أمرين فاختار أيسرهما إلا كان ذلك أحبهما إلى الله تعالى. فما بال المتنطعين المتشدقين المتفيهقين يشددون على هذه الأمة المرحومة التي أراد الله لها التخفيف، كما قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله سبحانه بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة التي تقتضي التوسيع في المضايق والتيسير في جميع تكاليف الشرع، فلم تثقل علينا كما ثقلت على غيرنا لخلوها من الإصر الذي وضعه الله على الأقوام السالفة ووضعه عن هذه الأمة الضعيفة بدنا، كما قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم. ويشمل جميع الرخص كما قال المفسرون. فقد روى ابن جرير عن مجاهد: يريد الله أن يخفف عنكم في كل شيء فيه يسر. وما أحسن قول بعضهم: يعني يسهل عليكم أحكام الشرائع، فهو في كل أحكام الشرع وجميع ما يسره علينا إحسانا منه إلينا وتفضلا ومنة منه علينا. ومعنى ضعف الإنسان ذكرا كان أو أنثى كونه لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق العبادات، ولضعفه خف تكليفه وكانت تقواه قدر استطاعته، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. روي عن قتادة أن هذه رخصة من الله والله رحيم بعباده.
ومن مقتضى العمل بقدر الطاقة عدم التعرض بالأسئلة لما سكت عنه الشرع ولم يكلفنا به، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. والمعنى: لا تكثروا مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم، إن أفتاكم بها وكلفكم إياها تغمكم وتشق عليكم وتندموا على السؤال عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أخرجه البخاري. وفي رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه: ألا إنما أهلك الذين قبلكم أئمة الحرج، والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه. وتتمة الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، يعني الدين الذي بعث به الله محمدا صلى الله عليه وسلم، والذي يدين به العباد ربهم ويتعبدون له به يسر، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى حين ذكر أمره بالوضوء والغسل من الجنابة والتيمم عند العدم أو المرض قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال سبحانه: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالنصوص كلها تدل على أن هذا الدين يسر، وهو كذلك. ولو تفكر الإنسان في العبادات اليومية لوجد الصلاة 5 صلوات ميسرة موزعة في أوقات يتقدمها الطهر، طهر للبدن وطهر للقلب. فيتوضأ الإنسان عند كل صلاة ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فيطهر بدنه أولا، ثم يطهر قلبه بالتوحيد ثانيا، ثم يصلي. ولو تفكرت أيضا في الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام لوجدت أنها سهلة. فأولا لا تجب إلا في الأموال النامية أو ما في حكمها، لا تجب في كل مال، بل تجب في الأموال النامية التي تنمو وتزيد كالتجارة أو ما في حكمها كالذهب والفضة وإن كان لا يزيد. أما ما يستعمله الإنسان في بيته وفي مركوبه فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. جميع أواني البيت وفرش المنزل والخدم الذين في البيت والسيارات وغيرها مما يستعمله الإنسان لخاصة نفسه فإنه ليس فيه زكاة، فهذا يسر. ثم الزكاة الواجبة يسيرة جدا، فهي ربع العشر، يعني 1 من 40، وهذا أيضا يسر. ثم إذا أديت الزكاة فإنها لن تنقص مالك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، رواه مسلم. بل تجعل في المال البركة وتنميه وتزكيه وتطهره. وانظر إلى الصوم أيضا، ليس كل السنة ولا نصف السنة ولا ربع السنة، بل شهر واحد من 12 شهرا، ومع ذلك فهو ميسر. إذا مرضت فأفطر، إذا سافرت فأفطر، إذا كنت لا تستطيع الصوم في كل دهرك فأطعم عن كل يوم مسكينا. وانظر إلى الحج أيضا فإنه ميسر. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطع
إن كان غنيا بماله أناب من يحج عنه، وإن كان غير غني بماله ولا بدنه سقط عنه الحج. فالحاصل أن الدين يسر في أصل الشرائع، ويسر فيما إذا طرأ ما يوجب الحاجة إلى التيسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أخرجه البخاري. فالدين يسر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني لن يطلب أحد التشدد في الدين إلا غلب وهزم وكل ومل وتعب ثم استحسر فترك. وهذا معنى قوله: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أنك إذا شددت الدين وطلبت الشدة فسوف يغلبك الدين وسوف تهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فما أجل هذا الحديث، وما أنفعه وأجمعه لكل خير، ويجمع جميع الأسباب التي تنشط العاملين وتبعث عزائمهم على الخير. ذلك أن الداعي إلى الخير لا تتم له الدعوة ولا تحصل ثمراتها المطلوبة منها إلا بترغيب المدعوين وتذكيرهم بالأسباب المرغبة الداخلية والخارجية، وإبعاد الأسباب المثبطة حسب الإمكان. وهي كلها مجتمعة في هذا الحديث الجليل، فإن التيسير لأعمال الخير وتهوينها على العاملين والاقتناع بما تيسر وسمحت به هممهم وعزائمهم وأمر كل عبد ودعوته بما يناسب حاله وتقتضيه نفسه وطبيعته يهون عليه لا ريب، ويسهل عليه الإجابة إلى ما يدعى إليه، خصوصا إذا ضم إلى التيسير التبشير بخيره وثمراته العاجلة والآجلة ونفعه اللازم والمتعدي. فسلوك طرق التيسير والسهولة وتبشير العاملين وترغيبهم لا ريب في نفعه. وأما سلوك الطريق المضادة لهذا من التعسير وتصعيب الأمور على الناس وعدم قبول ما جاء منهم حتى يكمل من كل وجه، فإنه أعظم منفر عن الخير وأعظم مثبط ومكسل عن الخير، والواقع والتجربة خير شاهد بهذا. ألا ترى أن الصلاة وهي أعظم شرائع الدين وهي العمل الذي يشترك فيه جميع المسلمين، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بما يكون سهلا حتى على العاجزين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة. متفق عليه. وقال لإمام أمره بأحكام الصلاة: واقتد بأضعفهم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وقال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. فالتخفيف الذي تتم به الصلاة ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمورها لا شك في نفعه وترغيبه للمصلي ولمن يصلي خلفه ويقتدي به. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الخطبة: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه
أي علامة على فقهه، فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة. رواه مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم منكرا على المتبتلين الذين يريدون استغراق زمانهم بالصلاة والصيام والخشونة: أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. متفق عليه. ولما بال الأعرابي الجاهل في المسجد وانتهره الناس زجرهم صلى الله عليه وسلم وتركه حتى قضى بوله، ثم دعاه علمه بلطف ورفق وقال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، إنما بنيت للصلاة والقراءة والذكر والعبادة. متفق عليه. ولما أغلظ له بعض الأعراب الجافين بالقول وهم بالأعرابي الصحابة رضي الله عنهم، قال صلى الله عليه وسلم: دعوه. ثم ألان له القول وبدل له شيئا من المعروف، فانقاد إلى الحق وحصل المقصود منه كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم للناس: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل له راحلة انفلتت منه، فذهب الناس في طلبها صراعا من كل جانب، فلم يزدها ذلك إلا نفورا. فقال صاحبها للناس: دعوني وراحلتي، فلم يزل يناديها ويأخذ من نبات الأرض ليعطيه، فلم يزل كذلك حتى أخذ بزمامها. وكان صلى الله عليه وسلم في دعوته للخلق يدعو كل أحد بما يناسب حاله وبالطريق التي يعلم حصول المقصود منه بها، وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يدعوا الناس بذلك. قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. وهكذا شريعته كلها صلى الله عليه وآله وسلم مبنية على السهولة واليسر في ذاتها وأحكامها وشرائعها وفي دعوتها للخلق والأمر والنهي. ومن النصوص الجامعة في هذا النوع قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. وعلى هذا فعلى من أراد التعليم أن يراعي أذهان الطلبة وأن يعطيهم من الدروس ما يتيسر عليهم فهمه، ويربيهم بصغار العلم قبل كباره، ولا يحمل أذهانهم ما لا يتحملون. وكذلك تعليم الجهال وإلقاء العلوم، وينبغي مراعاة الأمور التي يحتاجونها وأن تشرح لهم شرحا يسهل عليهم فهمه. وكذلك تمرين الصغار من الأولاد الذكور والإناث على الصلاة وأمور الخير، ينبغي فيه مراعاة قواهم ورغباتهم، وينبغي مراعاة ترغيبهم بالقول والفعل، والاكتفاء بما تيسر مما سمحت به طبائعهم مع تدريجهم من شيء إلى آخر. بل وكذلك دعوة المخالفين للدين
ينبغي مراعاة هذا الأصل فيها لما يحصل فيه من النفع العظيم. ولهذا أيضا جاءت الترغيبات المتنوعة على أعمال الخير وأقوال الخير وعلى ترك المحرمات، لأنها من أقوى الدواعي إلى توجيه الخلق إلى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.